كده والطبقات باينه فيها قوي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه من الوصفات الجميله بتاعت رمضان. هنعمل ايه؟ هنعمل كنافه بالفراوله. هنعملها بطريقه بسيطه جدا وان شاء الله هتعجبكم وهتعتمدوها على طول. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. طب اول حاجه دلوقتي انا هعمل الشربات اللي هحطه على الكنافه بتاعتي. محتاجه لها ايه؟ انا معايا كوبايه ونص من السكر، هحط عليها كوبايه ونص من الميه، وطبعا عصره نص ليمونه. انا حطيت السكر اهو، كوبايه ونص من السكر، هحط عليها كوبايه ونص من الميه. بسم الله. كوبايه كده ونص اهي من الميه. دلوقتي انا هاخده هحطه على النار. اول ما هيغلي ان شاء الله هحط عليه عصره نص ليمونه. تمام. انا عايزه تقله ولا هو خفيف ولا هو تقيل. تمام. هحط، طبعا احنا عملناه كذا مره مع بعض. هحطه على النار ونيجي نعمل الكنافه مع بعض. انا دلوقتي معايا نص كيلو من الكنافه دي، طبعا انا مجمداها من بالليل في الفريزر. تمام. بس انا واخده منها جزء، يعني هو ده مش نص كيلو بالظبط، يعني هي تقريبا بتعمل 400 جرام. وهاخد لها معلقه من السكر البودر، وهاخد نص كوبايه من الزبده او السمنه سايحه. تمام. انا هعمل ايه في الكنافه بتاعتي؟ انا مجرد هي بتبقى في الفريزر هتلاقيها ناشفه معاكي كده وسهله ان انت تفرفطيها، هتبقى اجزاء صغيره. هبدا اكسرها كده. خلاص كده انا كسرت الكنافه بتاعتي كويس جدا. انا ما بحبش اضربها في الكبه، بحب اكسرها بايدي، بحس ان هي بتبقى احسن. هعمل ايه؟ انا هنزل بمعلقه كبيره كده من السكر البودر. طب انا ليه بحط سكر بودر مع اني هحط عسل؟ لان السكر البودر ده هيديها حمار حلو وهيخلي لونها موحد وجميل. معلقه كده من السكر البودر، وهنزل بنص كوبايه الزبده او السمنه اللي موجوده عندك كده بس. وبايدك بقى كده اقعدي بقى ايه افركي فيها بحيث تغلغلي كل السمنه دي جوه الكنافه. انا عايزه الكنافه تشرب كل السمنه دي والسكر اهو كده. خلاص كده انا الكنافه بتاعتي شربتها كل السمنه اللي كانت موجوده. تمام. انا هجيب بقى صينيه. دي صينيه وسط، حاجه اللي هو الوسط تبع الطقم، يعني الحجم الوسط في الطقم. تمام. انا دهنتها بس جزء كده من السمنه اهو، حاجه بسيطه خالص من السمنه. وهبدا انزل. بسم الله. هجيب بقى الكنافه بتاعتي كده بسم الله، وهنزل بيها في الصينيه. طبعا انت لو عايزه تزودي الحجم، يعني كميه زودي براحتك، عايزه تقللي تعملي الحجم الوسط براحتك، الاصغر من كده براحتك، مفيش اي مشكله خالص. قللي كميه الكنافه. تمام. هنزل كده بسم الله، وافرد بقى ايه الكنافه بتاعتي كده اهي كده اهي اهي. يعني انت بتهيألي لو عايزه تعملي الحجم الاكبر، الحجم الكبير من حجم الصواني، خليها نص كيلو كامل، يعني هتبقى كويسه اهو. زي ما شايفين كده، اهم حاجه تضغطي عليها كويس. عايزه تضغطي عليها بايدك زي ما بضغط كده. تمام. عايزه تجيبي اللي هو الهراسه بتاعت البطاطس تدوسي عليها. تمام. اللي يعجبك. اهم حاجه اللي احنا ايه نضغط عليها وتبقى مكبوسه كويس. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هاخدها احطها في الفرن في الرف الوسطاني لحد ما تستوي. لو حسيتي ان هي احمرت من تحت وفوق ما استويتش لسه، فممكن تولعي عليها شويه شويه لحد ما تاخد اللون بتاعها. هدخلها في الفرن لحد ما تستوي، ونيجي مع بعض نشوف بقى هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا هعمل الكريم شانتيه اللي هحطه على الكنافه بتاعتي. انا محتاجه ايه؟ انا معايا كوبايه من اللبن المتلج او الميه المتلجه، اي حاجه، الاثنين هيمشوا معاكي كويس جدا. معايا كوبايه من الميه او اللبن، كوبايه من الكريم شانتيه وده لازم يكون خام، وهاخد 3 معالق من السكر، ده سكر بودر. تمام. انا هجيب الطبق بتاعي كده او اي حاجه تضرب فيها، وهنزل بالميه. بصوا هي متلجه، ودي حاجه اساسيه، لازم تكون متلجه بالشكل ده اهي، لازم تبقى فيها تلج كده. بسم الله. ننزل بالميه وكوبايه الكريمه، كوبايه الكريم شانتيه، وقلنا لازم تكون خام. وهاخد 3 معالق من السكر، مش مليانين، انا مش عايزاها مليانه عشان متبقاش مسكره قوي كده. حلو. 2 او 3. حلو قوي كده. تمام. وهمسك بقى كل الكلام ده مع بعض كده، ابدا اضربه بالمضرب بتاعي. بسم الله كده. ابدا بقى اشتغل عليها. خلاص كده انا ضربتها. بصوا لحد ما تلاقوها ايه مسكت كده. تمام. انا مش عايزاها تبقى سميكه قوي او تقيله قوي، عشان مش زي الكيكات، مش زي التورت. تمام. انا دلوقتي هاخدها احطها بس في التلاجة ربع ساعه لحد ما اقطع الفراوله بتاعتي. نحطها في التلاجة واقطع الفراوله ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني.
خلاص كده انا الكنافه بتاعتي استوت وبقت زي الفل. طبعا انا معلقه السكر خلت لونها بص بيبقى موحد ومتماسكه جدا. تمام. انا هعمل ايه؟ انا هاخد الشربات اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هي كوبايه ونص من السكر كوبايه ونص من الميه، وهننزل بيها على الكنافه بتاعتي بالشكل ده كده. هسقي الكنافه. بصوا سمك الشربات كده انا ده حلو قوي ممتاز. ما تخلوهوش تقيل فتحس ان هو ناشف معاكي، وما تخلوش برده خفيف يبقى طري زياده. كده انا شايفه كده كميه الشربات بتاعتي حلوه قوي، هو تقريبا اتبقى حبه منها. تمام. انا هعمل ايه؟ طبعا ما ينفعش تتعاملي معاها وهي بالشكل ده، لازم تبرد معاكي خالص عشان لما تحطي الكريمه بتاعتك ما تسيحش. فانا دلوقتي هستنى لما تبرد معايا خالص. ماشي. وبعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا الكنافه بتاعتي اتاكدت ان هي بردت خالص. هبدا بقى اجيب الكريمه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض وانزل بيها كده. بسم الله. هنعمل طبقه حلوه من الكريمه كده. كده فيديها بقى كويس على الكنافه بتاعتك. خلاص كده انا حطيت الكريمه بتاعتي وزعتها عليها وحاولت ان انا اسويها على قد ما اقدر. بس كده انا هجيب ايه؟ انا معايا دي الفراوله انا مقطعاها. طبعا انت عندك خيار اللي يعجبك، ممكن تقطعيها حلقات او سلايزات كده طويله. ماشي. او حلقات وتوصصيها عليها، يعني تحطي حلقات او تعملي زي ما انا عملت. بس انا بالنسبه لي ده اسهل لي، يعني ده اسهل لي. بحس ان هو بيبقى شكله احلى، وفي نفس الوقت لما باجي انزل عليه لما انزل عليه الجيلي بيتماسك اكتر. فده حاجه بتاعتك، عايزه تشوفي الشكل اللي يعجبك اعمليه. لكن انا بالنسبه لي ده احسن لي. انا قطعتها كده وهبدا بقى اجيبها كده وهفردها على الكنافه بتاعتي كده اهو. طبعا والكميه دي بتاعتك، عايزه تزودي تقللي مش مشكله. بس طبعا انا هغطي كل الكنافه بيها يعني. خلاص كده انا وزعت الفراوله على الطاجن كله او البايركس بتاعي كله. طبعا انا حابه ان يبقى فيه نسبه الفراوله فيها كتير شويه، طبعا دي حاجه بتاعتك انت. تمام. انا دلوقتي هسيبها كده على جنب. تمام. وهبدا اعمل الجيلي بتاعي. عايزه له ايه؟ انا معايا نص كوبايه من الميه اللي بتغلي، لازم تكون بتغلي، ومعايا نص كوبايه ميه ساقعه. تمام. وطبعا معايا باكو جيلي. طبعا انا مش همشي ما تمشيش بالموجود على الباكو بتاع الجيلي. يعني انا مش هحط كوبايه قصاد كوبايه، انا عايزه الجيلي بتاعي يبقى تقيل شويه، فانا هحط نص قدام نص. كمان نص كوبايه ميه بتغلي على نص كوبايه ميه ساقعه، لاني عايزاها تبقى تقيله. هفتح باكو الجيلي كده بتاعي بسم الله، وهنزل بيها في الميه اللي بتغلي كده وابدا ادوبها اهي كده. هبدا بقى اقلب الكلام ده مع بعض عشان ادوب الجيلي بتاعي كله. خلاص كده انا حطيتها في حاجه اكبر بس عشان اعرف اقلبها كويس براحتي. واحط بقى دلوقتي نص كوبايه الميه الايه الساقعه اهي. بس كده تمام. هجيب بقى الصينيه بتاعتي بسم الله كده، وهبدا انزل. طبعا انا برضو لازم تبقى ساقعه، يعني انا مجرد اللي حطيت الميه ساقعه عليها بقت ما بقتش سخنه. بس انت لو حطيتي الميه الساقعه وحسيتي ان هي دافيه او سخنه برضو استني عليها لحد ما تسقع معاكي خالص. كده نبدا نسقي بقى كده. طبعا ان شاء الله لو عايزينها نبقى نعملها بصوص الفراوله، نبقى نعملها بصوص الفراوله اللي ما بيحبش الجيلي، نبقى نعملها قدام شويه ان شاء الله مع بعض اهي. بس كده تمام. انا هعمل ايه؟ انا هاخدها بقى اسيبها في التلاجة لحد ما تسقع خالص، واول ما تسقع ان شاء الله نقدمها مع بعض. خلاص كده انا طلعت الكنافه بتاعتي من التلاجة جمدت وبقت زي الفل. خلاص كده نبدا نقطع الكنافه بتاعتنا بقى ونشوفها تبقى شكلها ايه. بسم الله. طبعا المفروض ان انت تستني عليها مده اطول عشان كل ما هتسيبيها كل ما تبقى متماسكه اكتر. نبدا نطلعها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا شكلها قد ايه دي جميله، والطبقات باينه فيها قوي ازاي. بصوا شكلها ما شاء الله. نبدا نفتحها كده. بصوا من جوه، بصوا الكنافه مستويه وجميله، والكريمه فيها جميله ازاي ما شاء الله عليها.
بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.